من جديد تقارير بتأكد انه ملابس شي ان خطيرة، حيث تقارير من جرينبس اكدت انه ملابس شي ان بتحتوي على مواد كيميائية خطيرة بتتجاوز المعايير الاوروبية، بحيث بعد تحليل 56 قطعة تبين انه 18 منها وبتضم مركبات سامة. هاي المواد الخطيرة بتسبب امراض مثل السرطان واضطرابات النمو والانجاب وضعف المناعة. وقالت شي ان انها رح تسحب اي منتج يكتشف احتوائه على مواد خطرة كاجراء احترازي. احذروا. خبر مرعب بصراحة، أخبار مرعبة بالله يقرأوا. أتوقع ما فيه بيت بالخليج والوطن العربي كامل ما طلب منها الشركة هذه وجاهم المنتج هذا. الله يحفظ أطفالنا وأطفالكم جميعا. شي إن تسحب منتجات ملوثة بمواد كيميائية، حيث تسببت الملوثات اضطرابات في الإنجاب وضعف المناعة ومشاكل النمو عند الأطفال. ليه طيب؟ نص الشعب ملابس من شي إن، دواليب ما تقفل من شي إن. ليه ملابسنا من شي إن؟ يعني ننطي ملابسنا يعني وش نسوي يعني؟ شي إن نص الشعب منه. والله يا اخوان، اللي بدا يطلب ولا لهني لا يطلب، واللي طلب ينتبه. ما عاد شو نسوي؟ هذه تقول جعلهم اللي ماني بقايله مشتريه ب1000 ريال بنتي. وش السواد؟ السواد زباله زباله زباله. وش تسألين وش السواد؟ بنتك اهم ولا 1000 ريال؟ اكيد بنتك. اخذي الملابس والاغراض وحطيها في الزباله وشبي فيها بعد. تسألين وش السواد؟ في حدث صادم، شي ان تسحب منتجات ملوثة بمواد كيميائية محظورة بعد تقرير منظمة جرينبس، حيث تسبب الملوثات اضطرابات الإنجاب وضعف المناعة ومشاكل النمو عند الأطفال وأخرى مرتبطة بالسرطان. التقرير أظهر وجود مادة محظورة في الملابس الطفولية التابعة لشي ان وكذلك فساتين الأطفال. لا تنسى المتابعة واللايك. شي ان تسحب منتجات ملوثة بمواد كيميائية محظورة، بس وش السالفة؟ أعلنت شركة شي إن سحبت بعض المنتجات من منصته بعد تقرير اللي صدرته جرين بيس فرع ألمانيا. طبعا وش التقرير هذا؟ وضحت المنظمة البيئية فرعها بألمانيا انه خذوا 56 قطعة ملابس وحللوها واكتشفوا انه 18 قطعة تحتوي على مواد كيميائية خطرة، مثل المواد الكيميائية الأبدية واللي هي مواد مقاومة للماء والبقع، ومن الممكن انها تسبب امراض خطيرة مثل السرطان واضطرابات في الانجاب والنمو للأطفال. طبعا شركة شي ان اتخذت الإجراءات وسحبت القطع من متجرها الإلكتروني. الله يبعدنا ويبعدكم عن شر الأمراض ويكفينا شرها ومن يعز علينا. شنو موضوع شي ان والملابس السامة للأطفال؟ شكوا في بعض القطع من شي ان في أوروبا أنه ممكن تكون فيها مواد كيميائية فوق الحد المطلوب، وحاليا خاضعة لتجارب وفحص المختبرات. ومن ضمن هذه المواد الكيميائية السامة في ملابس الأطفال هي الفورمالدهايد اللي تثبت الصبغة. وبالمناسبة هذه نفس المادة اللي موجودة في صبغات الشعر، فورمالدهايد، وهي أيضا مادة مسرطنة. أول شيء لازم تعرفونه أن خطورة الملابس مو مقصورة على شيء، ممكن تكون أي شركة بالعالم يتسبب في مشاكل في الجسم. أنا شفت كثر حالات التهابات وارتكارية من الملابس تصيب الأطفال، طبعا الكبار بعد مو الأطفال، ولكن الأطفال دائما خطورتهم أكثر لأنه ممكن يلامس الفم الملابس واللعاب فيزيد امتصاص المواد الكيميائية وتدش داخل الجسم. شو المطلوب؟ أول شيء تركزون على ملابس القطنيات، هذه أأمن شيء. الشيء الثاني، إذا حسيتوا أو شميتوا مواد كيميائية وروائح قوية تجي من الملابس لازم تتجنبونها، ممكن تكون فيها مواد كيميائية ضارة. الشيء الثالث والأخير، لازم يا جماعة وهذا شيء مهم، أن تغسلون أي ملابس جديدة خاصة للأطفال، لازم تنغسل، لأن بصراحة في كثير ناس مهملين هذا الموضوع، إذا طلعوها من الكيس لأنها جديدة فما يغسلونها، فلازم تغسلونها أول شيء حتى لو كانت غير مستخدمة من قبل، لازم تغسل عشان تزال المواد الكيميائية وتخفف، فبالتالي ما تأثر ولا تضر خاصة الأطفال. تعالوا أقول لكم إيش هي المنتجات الملوثة بمواد كيميائية محظورة وفقا لتقرير منظمة جرينبس.
تهتم بحماية البيئة. إيش هي المنتجات؟ هي الأحذية وإطلاء الأظافر اللي هو المناكير، والشنط الجلد، وقبعات، وتحديدا الكاب، وأغراض الأطفال كثير. قريت الملابس والأحذية وإكسسوارات وأحزمة وشنط. عاجل ورسميا الموضوع خطير. شيئين تسحب منتجاتها بعد تقرير يثبت أن منتجاتها تحتوي على مواد مسرطنة وكيميائية تؤثر على القدرة الإنجابية وتؤثر على الأطفال. شيئين ناس سحبت منتجاتها من السوق. شارك هذا المقطع للناس خلت تعرف، وإذا تبي تستفيد أكثر ترى قناتي موجودة في البايو. السلام عليكم، قواهم الله. يقول لك شيئين تسحب ملابس ملوثة، وحتى الملابس صارت تلوث. والله انه مصيبة. اكيد الملابس الشتوية اللي نطلب، الله يستر. عاد انتبهوا، انتم تفقدوا هالملابس اللي طلبتوهم من شيئين وهذولي شيئين هم او شيئين توفى علمهم تفقدوها. حدث صادم، شركة شيئين تسحب منتجاتها بعد تقرير جرين بيس بعد اكتشاف مسببات لاضطرابات الإنجاب وضعف المناعة ومشاكل نمو عند الأطفال، وبعضها مرتبط بالسرطان. هل نقدر نثق بالبراندات العالمية بعد هذه الفضايح؟ لك أنت بعيد عن العالم، جايب لك خبرين راح يصدمك، خبرين قوية، وابتداء بشيئين محبوب الملايين. في منظمة اسمها جرين بيس نزلت تقرير جربت فيه منتجات شيئين اختبارات عديدة، واكتشفوا شيء كارثي. بعد الاكتشاف هذا قررت شيئين بأنها تسحب منتجات كثيرة، وأعلنت حظرها بشكل نهائي، والمنتجات هذه خاصة بالأطفال. وفي التقرير حق شركة جرين بيس قالت بأنه ملابس ومنتجات ملوثة وتسبب السرطان وتسبب مشاكل في النمو للأطفال. كارثة غريبة حلت على شيئين. الشركة سحبت المنتجات على طول. من الأكيد بأن هذا الخبر راح يؤدي بشكل كبير في نزول أسهم شيئين وضررها وحصتها في السوق. أما الخبر الثاني فخبر كارثي أكبر من الأول. لما تدري بأن هذا هو حساب الأمن القومي الأمريكي، وما أدراك ما الأمن القومي الأمريكي، أكثر شيء مقدس في أمريكا. بعدما إيلون ماسك أعلن عن كشف الحسابات، جو الناس يشوفون الأمن القومي الأمريكي في فين قاعد يراسل. وتخيلوا الكارثة، من تل أبيب بإسرائيل. يا ساتر. بل أن الحساب تم إنشاؤه في 2008 في إسرائيل، الحساب الرسمي الخاص بالأمن القومي الأمريكي. وأكيد أنت يا عزيزي تفاجأت يوم أعلن عن هذه الخاصية الصباح الباكر. فجأة قفلوها. ما قفلوها عشان وجيهنا ولا عشان، لا أبدا، قفلوها بعد الكارثة هذه. شركة إكس صار لها ضغط وهجوم مو طبيعي، فبدوا يبررون بأنها مشاكل في النظام ولخبطة. ومن ثم لما رجع الحساب مرة ثانية، وجود بأن الحساب في أمريكا ولكن عليه علامة تعجب، يعني مستعملين الفي بي إن. الوسط الأمريكي تجنن، هاشتاجات وكلام غير طبيعي. كيف إن حساب الأمن القومي الأمريكي يستخدم في إسرائيل، وأنه يبين التغلغل الإسرائيلي في أمريكا؟ يا لطيف. وأنت إلى الآن ما قد اشتركت، لازم تشترك لأنك بتشوف أخبار غير طبيعية في الأيام الجاية. نبغى نوصل 1,000,000، فساعدونا يا إخوان. شيئين تسحب منتجاتها يا جماعة الخير لأن فيها مواد كيميائية مضرة للإنسان. وش سالفة هذا الموضوع؟ الحين أقول لكم، لكن قبل أن أبدأ لا تنسون أن لايك والمتابعة، ترى تدعمن كثير. أعلن تطبيق شيئين الشهير يا جماعة الخير أنهم سحبوا بعض من منتجاتهم اللي موجودة بالموقع، خصوصي بعد تقرير يا جماعة الخير منظمة جرين بيس فرع ألمانيا. اكتشفوا يا جماعة الخير هذه المنظمة خذوا من تطبيق شيئين 56 قطعة، اكتشفوا ب 12 قطعة يا جماعة الخير من المنتجات اللي خذوهن ان في مواد يا جماعة الخير كيميائية مضرة لجسم الانسان يا جماعة الخير. والمواد الكيميائية هذه محظورة عالميا، وحتى ان اثبتت الدراسات ان المواد الكيميائية اللي اكتشفوها في منتجات شيئين تسبب يا جماعة الخير سرطان، وتسبب للرجال العقم، وتسبب للنساء انهم ما يجيبن عيال. المهم ان الموضوع خطير الان، والدنيا مقلوبه على شيئين. ما ادري اذا كان هذا الموضوع صدق او كذب او مؤامره علشان يدمرون تطبيق شيئين، والله اني ما ادري يا جماعه الخير. لكن احنا يا جماعه الخير خلينا ناخذ الحيطه والحذر. فهذا الموضوع بكل اختصار، والله يعطيكم الف عافيه، والله يكفينا او يكفيكم شر الامراض الخبيثه. ملابس شيئين للاطفال مسبب للسرطان كما ذكرت كوريا الجنوبيه. هذه معلومة وإحصائيات، وبعد إجراء بعض الفحوصات على هذه الملابس اتضح أن ملابس شيئين للأطفال فيها مادة بلاستيكية مسببة للسرطان. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. للأمانة أنا يا أخوكم أبو مياس من زمان أشتري لعيالي من شيئين ولا جانا إلى العافية. ثاني شيء ثقتنا في قاداتنا وحكامنا ما راح يدخلون أي شيء للمملكة العربية السعودية
إلا وهم متأكدين عنه 100%، ولكن نبغى شيء أكيد بعد. صباح الخير. بعد ورود تقارير عن مواد مسرطنة في منتجات شي إن، المواصفات والمقاييس ترد بأنها تفحص الطرود التي تردها من الجمارك. خليك معي. أكدت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس أنها تقوم بفرض رقابة على الألبسة المستوردة، وذلك وفقا لمعايير الخطورة، مشيرة إلى أنها تقوم بسحب عينات للفحص للتحقق من مطابقة المتطلبات والمواصفات الخاصة بها. وأكدت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس أنه في حال الطرود البريدية فيتم فحص عينات منها في حال كانت لأغراض تجارية، وتم تحويلها من الجمارك الأردنية للمؤسسة. أشارت المؤسسة إلى أن المواصفة القياسية الأردنية تحدد نسب المواد الكيماوية المسموح تواجدها في الألبسة، وقد صدرت تلك المواصفة ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/6/2024. وكانت تقارير من كوريا الجنوبية أشارت إلى احتواء منتجات الأطفال التي تبيعها شركة شي إن على مواد سامة. وقالت حكومة سول إن منتجات الأطفال التي تبيعها شركة التسوق العملاقة عبر الإنترنت شي إن تحتوي على مواد سامة بكميات كبيرة، ومخالفة بذلك إلى المستويات المقبولة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. إذا بتشتروا من الشي إن فهذا إلكم 4 قطع اللي اشتروهم من الشي إن وصلني بلاد طلع فيهن مواد كيميائية أبدية خطيرة PFAS بحسب ما نشرت منظمة جرين بيس. 4 قطع احتوت على مواد خطيرة، قطعتين منهن تجاوزت المعايير الأوروبية. هاي المادة قد تسبب للسرطان وضعف المناعة وانخفاض الخصوبة واضطرابات نمو الأطفال. وبكل التقرير رخص الأسعار، يعني مواد خام رخيصة جدا وكمية هائلة من نفايات أقمشة ملوثة. عندك منتجات من شركة شي إن لابد انك تنتبه لهذا الخبر. يقول لك انه المنتجات اللي بشركة شي إن تتسبب بامراض السرطان والتوحد والعقم وعدة امراض، وانه فيها مواد قوتها اكبر ب400 ضعف بمجرد ما تلمس الجلد تدخل للدم وتسبب هذه الامراض. الخبر منتشر في صحيفة الديلي ميل، وكوريا الجنوبية سوت تحاليل اكثر من 93 منتج واثبتت بانها تتسبب بهذه الامراض. الخبر منتشر على جميع انحاء العالم، نسأل الله السلام. اللي عنده منتجات ما أدري، أنا شخصيا أقول لك لابد أنك تتأكد من الجهات الرسمية وتتواصل معهم حتى تعرف حقيقة هذا الخبر المرعب. حقيقة ما احنا عارفين يعني حقيقته وصدقه، هل هو فعلا على جميع منتجات شي إن أو أنه كان في منتجات معينة الدعوة ضبابية، ولكن كل الصحف وكل الوسائل تتناقل هذا الخبر. نسأل الله السلامة للجميع.